السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله حضرت كيك رولي اقتصادي كيخرج كميه كثيره، يعني بزاف ديال القطع. ممكن اننا نخدموه كمشروع، وايضا ممكن اننا نحضروا هكا الاطفال ديالنا ولا نحضروه للعائلات ديالنا. يعني هذا الكيك هذا كيجي غزال بزاف، فيه واحد المكون اللي كيخليه كيجي رطب ولذيذ. المهم ممكن اننا نقطعوا قطع ولا ممكن اننا نخليو هكا سويس رول، يعني عادي عائلي. اول حاجه ندوزو المكونات على بركه الله. نبداو البيض. ديما البيض تنخرجوه من الثلاجه من قبل. عندي 5 ديال الحبات ديال البيض، وغادي نضيف الفاني، يعني واحد المعلقه صغيره ديال الفاني، وغادي نضيف 5 ديال المعالق ديال السكر. هاد الكيك هاد الجينواز اللي غادي نحضر معكم اليوم، يعني غادي نعبر غير بالمعلقه بالناس اللي ما عندهمش الميزان واللي ما عندهمش الكاس ديال العنبه. يعني ديروا غير المعلقه تكون كبيره. 5 ديال المعالق ديال السكر هي الاولى. غنطرب مزيان هاد البيض مع السكر والفاني، نطربو حتى يضاعف الحجم ديال البيض. ضروري اننا نتحصلوا على يعني البيض يكون يعني ولا اللون ديالو بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني كيضاعف الحجم ديالو، كيتغير اللون ديالو اللون الابيض. صافي في هذا الوقت هذا غادي نضيف الزيت، يعني غادي نعبر 5 ديال المعالق ديال الزيت، يعني حتى كنتحصلوا على خليط بهذا الشكل عاد باش كنضيفوا الزيت. نعبروا 5 ديال المعالق. انا وريتكم المعلقه راه كبيره، يعني 5 ديال المعالق بهذا الشكل هذا كما شفتوا. كنضيفوا معلقه معلقه وكنمزجوا، كنخلطوا غير يعني بلا ما كنخلطوا بالطراب، يعني ما كنخدموش الطراب الكهربائي. صافي كنبداو نخلطوا غير بيدينا. وايضا غادي نضيف 5 ديال المعالق ديال الماء. الماء يكون عادي غير ديال الصنبور، يعني ديال الروبيني، ما غاديش ندير الماء بزاف، يعني 5 ديال المعالق كافيين. صافي من بعد غادي ندوزو للمواد الجافه اللي هما الدقيق. غادي ندير 6 ديال المعالق ديال الدقيق. وهذا الدقيق راني فايته انا مغربلاه، يعني كل ما غربلنا كل ما صفينا الدقيق يعني كتنجح معنا الجينواز، كتجينا خفيفه بزاف. يعني بهذا الشكل هذا غادي نضيف الدقيق غير بالتدريج بشويه بشويه حتى كنتحصلوا على خليط خفيف، يعني نحاولوا ما نخلطوش بسرعه. غادي نضيف واحد ساشي من الخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام، وغادي نضيف 2 ديال يعني تقريبا 2 معالق ديال الكاكاو. الا كان عندكم كاكاو ديال العبار غادي تعبروا 2 معالق. كان عندكم هاد الساشيت غادي ديروا 2 ديال الباكيات. كنخلط كما شفتوا غير بشويه بهذا الشكل هذا، يعني ما تنزربش في الخلط. نخلط غير بشويه من الفوق للتحت، وما كنضيفش يعني الدقيق ولا الكاكاو يعني دفعه واحده. كنضيفو مكايه على دفعات باش الخليط كيبقى مهوي وما كيطيحش لينا البيض. يعني ما كيطيحش، يعني كيبقى مرهوي، ما تيبقاش سائل. صافي كنكمل الكميه ديال الدقيق اللي بقات ليا، يعني زدت المعلقه السادسه. صافي وكنخلط بهذا الشكل هذا. كنجيب لاطه ديال الفرن كندير ليها الورق ديال الفرن بهذا الشكل. ضروري ندير الورق لان هذا الكيك هذا ولا هذا الجينواز كيجي بحال البراونيز، يعني كيجي معلك وكيجي وتيلصق، يعني ضروري اننا نديرو الورق. غادي نوزع الخليط ديال الكيك بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلو للفرن لمده 10 ديال الدقائق. ما نفوتوش 10 دقائق. كيجي هكا الجينواز رطب وكيجي هكا معلك بحال البراونيز، المذاق ديالو ولا في القوام ديالو. صافي لان هذاك الماء اللي كنضيفو هو اللي كيخليه يجي يعني هكا كرطب. شوفوا الجينواز كيفاش كتجي رائعه بزاف. نتمنى صراحه انكم تجربوها وتعتمدوها بجميع الحلويات ديالكم. غادي نرولي الجينواز ديالي في المنديل بهذا الشكل، نخليها حتى كتبرد. الوقت اللي سرحت الجينواز ووضعت الكريمه، يعني تقطع ليا داك المقطع. غادي نقطع بنانه وحده وجوج بنانات غادي نديرهم هكايا على الطول. هاد الكريمه هذه اللي درت في هاد الجينواز راه هي اللي درت نفسها اللي درت في الكاطور ديال 15 درهم.
المهم انا غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت. يعني كيجي واحد الكاطو اقتصادي وفي نفس الوقت لذيذ بزاف وراقي في الشكل ديالو. يعني ديك الباكيه ديال الشانتي ديال 100 غرام يعني قداتني باش نحضر هاد جوج ديال الحلويات. يعني بهذا الشكل هذا غادي نروليه، واخا يتشقق ماشي مشكل، نحاولوا معاه لانه معلق ضروري انه غادي يتشقق. صافي غادي ندهن واحد الكميه قليله ديال الكريم من الوسط من الفوق، وايضا من الوسط راني درت غير كميه قليله غير باش يلصق ليا البنان يعني الموز. صافي كندير يعني طبقه خفيفه ديال الكريمه بهذا الشكل وغادي ندخلها للثلاجه. صافي ومن بعد غادي ناخذوا اي جينواز يعني لي شوت ولا دوك القطع اللي تيتبقاو لينا ديال الجينواز ولا ديال الكيك تنوضعوه في المجمد. يعني ما كنلوحو حتى شي حاجه، ملي تيبقاو لينا هكا لي شوت ديال الجينواز ولا ديال شي كيك ولا شي حاجه تنوضعوهم في الفريغو. ملي تنبغيو هكا نوجدوا شي كاطو يعني ما تنبغيوش نكثروا فيه تزيين بزاف، كناخذوا هذاك الجينواز كنطحنوه صافي وكنغلف به الفوق ديال ديك سويس رول ديك الكيك. يعني كندير طبقه ديال الجينواز اللي تيكون مطحون. المقطع اللي يعني غلفت به الجينواز اللي تيكون مطحون من الفوق تقطع ليا التليفون بدا كيعمر وبدا يحبس ليا التصوير. المهم انا راني غلفتها مزيان بالجينواز وعاد دخلتها للثلاجه يعني الفريغو تقريبا واحد نص ساعه. صافي وكنقطع بهذا الشكل هذا. يعني شوفوا دوك الطبقه ديال الموز اللي كتكون في الوسط كتعطيها واحد اللذه زوينه بزاف. وكما كتعرفوا الموز ولا البنان كيتواتى بزاف مع الشوكولا. ممكن انكم تقطعوها بهذا الشكل هذا. و يعني اللي باغي يدير مشروع يعني مشروع بحال هكا يعني يقطع على حسب هذوك الوريقات اللي تيكونوا هكا ديال الحلويات، ولا ممكن اننا نقدموهم بهذا الشكل. يعني شكلهم راقي بزاف وكيجي واحد الجينواز خفيف بزاف ولذيذ. يعني خرجوا لينا 8 ديال القطع، يعني داك رولي خرج لينا 8 ديال القطع. ممكن انكم يعني تزينوهم بهذا الشكل هذا. يعني نقطع دائره ديال الموز ولا ديال البنان ونوضعها من الفوق بهذا الشكل هذا كما شفتوا. يعني تزيين نتوما غادي تزينوا باللي بغيتو. ممكن انكم تزينوا بالصلصه ديال الشوكولا من الفوق ولا تخليو غير هكا الموز عفوا الموز من الفوق. ممكن انكم تقدموهم هكا ولا ممكن انكم تديروا صلصه ديال الشوكولا. انا فايته درت معكم الصلصه ديال الشوكولا اللي كنت حضرت معكم في لاير كيك. يعني الصلصه اللي كنت زينت بها اللاير كيك راه كاينه تما صلصه زوينه بزاف. ممكن انكم تصايبوها يعني تقدوها وتوضعوها في الثلاجه الوقت اللي كتبغيو يعني لي صوص بحال هكا كتلقاوهم موجودين. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشتركوا مع الاصدقاء والاحباب، والى وصفه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.